بسم الله. الحمد لله. تحية إلى الشعب السوداني، وأود الحديث عن بعض النقاط التي تخللت قمة الإيجاد في أثيوبيا. وأنا متوقع بانسحاب وفد البرهان، وذلك لأسباب يعلمها معظم الشعب السوداني، لأن الذين أشعلوا الحرب وضعوا الجيش في منزلق أخلاقي وتاريخي. ولكن المحير في الأمر ظهور المجموعات الانتهازية التي وصلت إلى مغر وفد المفاوضات. وهنالك أسئلة تدور في أسهام معظم السودانيين، إنه كيف وصلت، وعني هذه المجموعة، يعني مجموعة قحط، كيف وصلت وبدعوة مين؟ لكن أنا متأكد إنه هذه المجموعة خرجت عبر بر السودان، وهذا يعني أن الأجهزة الأمنية هي التي سهلت لها في هذا الأمر. قوات الدعم السريع، هل كل هذه الحرب عشان ترجع أو عشان تأتي قحط؟ وهم الآن خرجوا زي البعاتة، يعني خرجوا بسم الله ما شاء الله، ربطوا كرافتات وطوالي نزلوا مجموعة قحط، حزب الأمة والحزب الاتحاد الديمقراطي والحزب السوداني، خالد السلك وياسر عرمان. أنا ما بفتكر إنه بعد فقد كل هذه الاستشهاد وقتل هذه الدماء التي سالت في أرض السودان، عشان ترجع هذه المجموعة مع احترامنا للأحزاب التقليدية، حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي. أنا عندي قناعة أن هذه الأحزاب نشأت نشأة إثنية وتفقد الأهداف والبرامج، وهي أحزاب ما طورت نفسها حتى تواكب الحداثة في الدولة السودانية. الجانب الآخر، أنا بفتكر أن هذه الأحزاب يعني مكانها صناديق الانتخابات، ولم يكن في مكانها الآن. وأنتم تعلمون أن قحط صنيعة المتنفذين في الدولة السودانية. القمة أشارت إلى منطقة عازلة، وهذا ما كنا نخشاه، ولم يكن في حساب المجموعة التي أشعلت الحرب، وذلك بسبب استخدام الطيران تمهيدا لوضع السودان تحت البند السابع. لأن استخدام الطيران المفرط وقتل الشعب السوداني من غير مبرر، في النهاية إنه الآن لو فرضت هذه المنطقة العازلة، يعني أي طيارة قامت سوف تضرب في أي مكان. وقلنا هذا انتهاك لسيادة الدولة السودانية. وكان السودان وكأن السودان بهذا وضع تحت بند الوصايا الدولية، وهذا نرفضه. القوات الأجنبية لو دخلت السودان طبعا هي تبحث عن مصالحها في المقام الأول، وطبعا يعني حتنتشر في السودان وتبحث عن أماكن الذهب والماس وغيرها من المعادن، وهذا لم يكن في مصلحة أي الطرفين. أنا بتحدث عن الطرفين، القوات النظامية، قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، إنه فرض منطقة عازلة لم يكن من مصلحة الجميع، وهذا ما يجب لفت النظر إليه. الآن أنا بفتكر إنه أنا أختم كلامي لأنه مصلحة الجميع. أنا بفتكر إنه الذهاب إلى المفاوضات والرضا
الأمر الواقع، لأن هنالك أمر واقع فرض على الأرض، هذا الأمر لم يتغير. أنا بفتكر أنه من مصلحة الجميع الآن الذهاب إلى المفاوضات وإسكات الأصوات التي تبث الكراهية. وهذه الأصوات طبعا يعني أنا أعلم تمام العلم أنه مصرح لها من بعض الجهات بهذه النزعة العنصرية وهذه النزعة التي تبث في الأحقاد في الشعب السوداني والكراهية. وأنا بفتكر أنه الشعب السوداني الآن يسعى إلى بناء دولة الديمقراطية والقانون والدولة السودانية التي يتساوى فيها جميع أبناء السودان ويشارك فيها أبناء السودان من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى أقصى نقطة سودانية. وبالتالي نحن بنكون خرجنا من هذا الوضع الذي من هذه المشاهد التي وضع أهل السودان المتنفذين وضعوا أهل السودان في هذه المتاهات، ونبني دولة ديمقراطية تسع جميع السودانيين بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.